عندي النهارده ماتش ليفربول وريال مدريد في الانفيلد، وبيدربني ارن سلوت فممكن اتفشخ عادي، فقلت البس تيشيرت ريال مدريد يعني احتراما للخصم اللي ممكن يفشخني النهارده. طبعا كل اللي بقوله ده هري، وهنفشخ ريال مدريد وليفربول جاي يا جدعان. باشا ماتش استون فيلا اللي فات ده كان الانطلاقه بتاعتي، اللي بعدها هحط على الريال وعلى السيتي، وقبل اي هري انا هخش في التوقع على طول. هذه المباراه يا صديقي ستنتهي 3-2 لليفربول، والاثنين بتوع ريال مدريد دول عشان فينيسيوس دايما بيجيب فيا جوان، ومبابي كده كده كل ماتش بيبصم فيه. طبعا انا شايفك كنت بتقول لي يا عقيم يلي مهاجمينك اصلا مش عارفين يجيبوا جوان. ممكن اللي بقوله ده يبقى بره الواقع شويه، ولكن ده احساسي، وانا احساسي في التوقعات وخصوصا ليفربول ما بيتخيبش. وما اكدبش عليك انا مش شايفها صعبه يعني. سبت ريال مدريد السنه اللي فاتت واقدر اكسبهم السنه دي لو سلوت قرر ما يالفش. تشابي الونسو عامل شغل عالي قوي مع ريال مدريد، وريال مدريد السنه دي اتطور خصوصا دفاعيا وعلى مستوى نص الملعب، وانا للاسف ماشي على سطر وبسيب 5 سطور. ولكن في ماتشات كده انا بالنسبه لي بيبقى فيها نوع من انواع التفاؤل، ولو انا كسبت ريال مدريد فتعالوا نعتبر ان ليفربول قد عاد بقوه للموسم. هنتقابل بعد الماتش، بس قبل ما نتقابل عايز اعرف توقعك انت، هل يفعلها ليفربول ويفوز على ريال مدريد في الانفيلد، ولا ريال مدريد بالتخصص هيطلع ميتين ابوه؟ وبس كده. في النهايه ما تنساش تعمل لايك وفولو، والاهم من ده دعم اخواتنا اللي لسه بيعانوا اشد المعاناه. كان معاك الفيرود وسلام.